شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية. طبعا أنا حبيت اليوم أحكي لكم على كيف دخلت هنا أوروبا وكيف أنا جيت هنا أوروبا ومتى مثلا دخلت هنا أوروبا. طبعا بداية ألفينات و2000 و2012 و2013 و2014 ولحد 2015، يعني لحد 2016 كان التهريب عبارة عن يعني شوية سهلة من ليبيا من مصر من تونس من المغرب. المهم حتى يعني كانت الناس اللي يجي بالتهريب لأوروبا كانت سهلة جدا. بس في الوقت الحالي بقت حكاية شوية زي كده صعبة، والناس بقت قاعدة تتاجر بالناس. المهم آه، كنت في ليبيا تقريبا 9 شهور في ليبيا. قعدت في في بنغازي، يعني فترة أنا قعدت في هناك، قعدت في بنغازي. من بنغازي هذول كانت عندنا كانت معارف كده، الناس اللي كانوا يحركوا الناس معارف كويسة. المهم جابونا هنا في حدود الزاوية منطقة الجيش. كانت الناس اللي كانت يهرب الناس اللي لأوروبا اللواء، يعني اللواء بنفسه، يعني عنده ناس يجمعوا ناس يجيبوا يقيدوهم ناس في معسكرات، ومن هناك تاني يهربوا ناس لاسمه ده. يعني هم اللي يحرسوا الحدود البحرية، وهم اللي يهربوا الناس، وهم اللي كمان إذا ما جاي بطريقهم كمان هم اللي يثبتوك ويرجعوك ويسجنوك. حكاية تجارية فقط يعني. المهم كان حظنا كويس انه المعارف اللي انا كان عندنا زول كانت كويسه. والمهم البحر كانت بسرعه كده مخوف مره واحد. انا حياتي ما قررت يعني اسافر بالسنبك، يعني نقول بالسنبك بالبحر، تحريب البحر. المهم جينا جينا البحر. في ناس طبعا بهدلونا هناك في البحر بسرعه كده. بهدلونا كيف؟ خاصة الجيش اللي كانوا يعني يحرسوا الحدود هم اللي ركبونا المراكب. في ناس قالوا ما ادري يركبوا. شافوا المركب زي نازل، في ناس في مركبة نازل قدامنا كانت 400 شخص فاتوا ماتوا كله. اوكي المهم قالوا قالوا ما ادري يركبوا. قالوا انتوا جيتوا هنا لازم تركبوا هذول. ها وكمان يسالوك يخيروك هل انت مع عمر بشير ولا مع جونجرا. وقدام كانت ايام اللي كانت اسمه ده جنوب السودان انقسم، والناس كانوا يقول لك انت مع الجنوب ولا مع الشمال. لو قلت مع الجنوب ها يبعدلوك. الازرع اذا كان يبعدلوا الناس مره واحد. المهم لازم تقول مع بشير. المهم ما اعرف كيف علاقتهم مع بشير كانت كيف، ما اعرف. المهم لازم تقول مع البشير. آه المهم دخلنا اوروبا بسرعه كده. تقريبا عملنا تقريبا 7 ساعات في البحر، وانقذونا بعد 7 ساعات. المهم مركبه كبيره كانت، باخر كبيره كان يجي فيه يعني حتى فيه هليكوبتر وناس يجي يقعدوا فيه مثلا تقريبا، يعني ناس كتير مره يعني. جمعونا تقريبا 400 شخص، يعني عندهم الأعذار. أي شخص جاي مثلا جاي من ليبيا، جاي من تونس، جاي من المغرب، المهم يعني يشوفوا الحدود اللي مثلا أي اتجاه يشوفوا بالأعذار. يشوفوا اتجاه الناس اللي دخلوا البحر قطعوا مثلا الحدود الأفريقية، دخلوا مثلا المياه الأوروبية. إذا دخلت المياه الأوروبية من يعني من حقهم إنه ينقذوك. لكن إذا ما دخلت لسه المياه الأوروبية ما ينقذوك. ها وكانت عندهم هليكوبتر يا زول يحاولوا يمشي للناس اللي قريب للحدود، يقول لهم تعالوا بجاي، يعمل لهم بإشارات تعالوا تعالوا اتجاه، تعالوا اتجاه ده. مشينا المهم لقينا تاني مراكب صغيرة اتنين، ودينا كمان حوطونا في النص، قال لنا تعالوا قدام 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 لحد ما مشينا المركبة الكبيرة أنقذونا كلنا. بعد تدمر المراكب اللي جينا. المهم دخلنا المهم إيطاليا هناك خيرونا طبعا مما نزلونا من البحر في سيسيليا. المهم قالوا لنا انتوا آه قسمونا لمجموعات. في ناس ودوهم طوالي في أسر، خاصة الأسر ودوهم طوالي المعسكرات. قال لهم يبصموا غصبا عنهم، بصموهم المهم بصمة اللجوء. في ناس شالوهم من البحر لمدينة تورينو، ومن تورينو قال لهم انتوا تمشوا قدام هذا لفرنسا. ها يعني انتوا ما يحق لكم انتوا تقعدوا هنا في ايطاليا. هنا مجموعتنا كانت قالوا لنا هذول انتوا تركبوا الباص تمشوا الهوتيل تقعدوا 7 ايام، يعني بامكانك تقعد 7 ايام. واذا انت مثلا جمعت قروش قبل 7 ايام وعندك قروش دار تمشي قدام تمشي، لكن بعد 7 ايام اذا انت ما قدرت تمشي مثلا ما عندك قروش وما قدرت تمشي قدام، قال لازم تجي تبصم هنا في اسمه ده. يعني تجي تقول لهم انت دار تبصم تقعد هنا في ايطاليا.
المهم خيرونا واعطونا اوراق، اذا داير تمشي قدام اعطونا اوراق انه البوليس اذا قبضك يفكك، انه شنو انت زول جاي جديد وما داير انك تقعد هنا وانت مسموح لك تمشي قدام. خيارنا كان كويس بصراحه كده، مع انه شايف انه خيار الناس اللي رفعوهم من البحر ودوهم الحدود اللي اسمه ده، ودوهم الحدود الفرنسيه وقال لهم امشوا قدام. المهم قعدنا تقريبا شهر وحاجه هناك في ايطاليا. جينا فرنسا، كان الدخول من حدود الايطاليه لفرنسا كانت صعبه شويه. المهم قعدنا في الحدود الايطاليه مع فرنسا هناك في بنتميليا تقريبا اسبوعين. تعال جينا قعدنا دخلنا هنا في النيس. نيس كانت صعبة مرة واحدة، قدام كانت كمان القطارات اللي يمشي لباريس أظن الكنترول ما تقدر تمشي مثلا تركب قطار بدون أوراق أو بدون تيكت، وقدام هنا جايين جداد ما قدر ندفع التيكت، شغل كله أسود أسود تركب بأسود. المهم جينا قعدنا هنا في المهم بعد محاولة 3 أيام ناس يعني مسافة 3 ساعات يعني 3 أيام حاولنا. جينا في اسمه ده، جينا في باريس. المهم قعدنا في باريس رطلنا شوية أو بقينا أولاد الناس نركبوا مثلا يعني حاجة أسود فقط، يعني مواصلات كلها أسود، وناكل من الشوارع، وناس اللي حتى الأكل المجدوع مثلا في الطرق أكلنا هذول كل شيء يعني أولاد الناس ناس فقط. أوكي. المهم صراحة كده أنا لما بتذكر كده بس بضحك. يعني عشنا حياة كده، حياة بتاع الناس أولاد الشوارع جد جد. ها المهم بعد التالي قررت انه من فرنسا اطلع وما اقدر نبص في فرنسا. وحتى الناس اللي يمشي مثلا في كاليه هناك يقولوا مثلا في الغابه مثلا يقولوا دار يمشي اسمه ده، دار يمشي اليوكي. انا ما حبيت نهائيا امشي مكان الغابه تاني اغامر من جديد. انا قلت شنو بعد من هنا من فرنسا انا كنت اخطط امشي النرويج ولا السويد. المهم في يوم من الايام قلت خلاص اليوم قررنا دار نمشي قدام يونان، آه، نرويج اول السويد. مشينا قطعنا التيكت، كان التيكت فيه كونكشن في بلجيكا كان نغير، ومن بلجيكا تاني في حدود مع ألمانيا كان تاني نغير هناك. المهم مشينا الحدود مع مشينا الحدود الألمانية مع بلجيكا. كان عندنا تشينج بتاع القطار، لكن عملنا خطأ انه ما عرفنا الناس القطار مثلا كان كله بالفرنسي. ما عرفنا مثلا فوتنا القطار والقطار ودانا لاخر محطة هناك. لما ودانا اخر محطة ومشينا سألنا بتاع الكاشير بتاع المحطة هناك في القطار قال لنا ده ألمانيا ده بلجيكا، بإمكانكم تمشوا ألمانيا من دورتموند، من دورتموند تركبوا القطار اللي دام تمشي قدام مثلا اللي اسمه ده للسويد. أبي جينا دورتموند، جينا الساعة 10 في الليل قعدنا 3 أيام في دورتموند رمطلنا شوية كده. بعد ده قررنا تاني نمشي قدام يعني نستمر في رحلتنا إلى السويد. جينا أزول في 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 الحدود الألمانية مع الدنمارك. المهم هناك قبضونا، من قبضونا في القطار بسبب شخص واحد. المهم كان عندنا تيكت واي شيء، بس اللي كان ما في اي دي، يعني ما في باسبورت ما في اي اي دي. والشخص اللي كان يعني بسبب قبضونا لا يعرف يتكلم انجليزي ولا اي لغة تانية غير لغة عربية. هو اللي جاب لنا هو انه قبضونا، و بتاع الكنترول قال له الكلام اللي بيقول له هو ما بفهم. المهم هو يعتقد انه انا اشتريت له تيكت غلط، عشان كده يا زول اسمه ده قاعد يفتشني انا، وانا كمان احنا كمان اتوزينا شنو عشان ما نقعد كلنا في مكان واحد، هنا واحد هنا واحد في كل حجرة القطار واحد واحد. المهم فتشني انا، جا لقاني قاعد يتكلم معي، وسيد الكنترول اللي قبض التيكت حقه قاعد يفتش. هو لما جا لقاه قاعد جنبي قال له انت معاه؟ قلت له هاي. قال لي اديني التيكت بتاعك، اديته. قال لي اديني هويه، قلت له ما عندي هويه. قال لي باسبورت اي هدي، قلت له ما عندي. ابين جمع التيكت حقي تاني خلاص شك الناس اللي سود ديل كلهم راكبين بدون اسمه ده، يعني لاجئين مثلا، ناس ما عندهم هويه راكبين قطار ماشيين. المهم جمع الناس كله اتصل للبوليس. اخر محطة كده ونخش على الدنمارك قبضونا هناك في المانيا، وقطار وقف. بوليس اتصلوا، البوليس كان في انتظارنا. لما القطار وقف جو خاشين هذول بالكاميرا، هذول قاعدين يفتشوا هذول كل الناس اللي سود ديل حبايش. المهم سودانيين، اي شخص عنده يعني لونه اسود سود نزلوهم تحت. المهم ودونا القسم هذول. تبسم ماني بس، تبسم ماني بس. والله بصراحة لما اتذكر حتى
المهم قالت تبصم انا بصم في النهايه زو هندسونا زي ذاك جابوا لنا مترجم وجابوا لنا واحده حبشيه بصراحه كده واحده حبشيه ما شاء الله تعرف تحكي لغه عربيه كويس. المهم المهم ديك شرحت لنا انه احنا كنا انا كنت بفهم كل شيء الشيء اللي بيقوله بالانجليزي. اوكي. انا اللي وحيد كنت يعني بحكي بترجم بالانجليزي وبحكي مع الناس لحد ما جابوا لنا اخوانا قال لازم نجيب لهم اسمه ده مترجم يحكي لغه عربيه. المهم جابوا لنا لغه عربيه مترجم بتاع اللغه العربيه وقالوا لنا هذول انتوا مثلا من هنا جيت هنا المانيا دخلت بدون اوراق رسميه لازم قالوا تبصموا يعني بصمه يعني ما بتاعت اللجوء بصمه عشان نعرف انتوا منو هل انتوا مثلا تجار المخدرات احنا ما عارف انكم انتوا منو يعني قال لازم نبصموا بصمه جنائيه يعني عشان نشوفكم انتوا منو ليش جيتوا دخلتوا بلدنا بدون اوراق رسميه. قال ده قانون. المهم احنا عارفين لكن بس نقول انه مثلا تخضعونا تقول البصمه الجنائيه وتقول تشيل منه بصمه اللجوء احنا ما قدرنا نقول في المانيا. صراحه كده ما قدرنا نقول في المانيا. الشيء اللي بخلينا نضحك شنو انه يعني انا كنت ماشي مكان ما عندي يعني خلفيات نهائيا يعني ناس السويد اسمه بس بيقول ان الناس كويس كنا ماشيين يعني بس وانا قلت يعني بضحك عشان عشان قلت الحمد لله انا ما مشيت بلدان اللي انا قلت لك كنا ماشيين عليها. المهم في النهايه بصمنا بصمه جنائيه. المهم كانت بجد بصمه جنائيه كانت ما بصمه بتاعت اللجوء. بعد ذاك اعطونا ورقه قالوا انكم 72 ساعه اذا دايرين تقعدوا هنا في المانيا تجي تبصموا تمشي تبصموا في ادونا عنوان تمشي تبصموا في المعسكر ذاك وتقولوا تكونوا قاعد تكونوا في هنا في المانيا. واذا دايرين تمشوا قدام من خلال 72 ساعه قبل ما ينتهي 72 ساعه قال لازم تمشوا اسمه ده قال لازم تمشوا ل اسمه ده مثلا تطلع من المانيا. كويس. انا من ضمن الناس اللي انا قلت شنو المدينه اللي قعدونا فيها هناك في البوليس بوليس طبعا طلعنا من من القسم اسمه ده ودونا المعسكر في كان فيه كله سوريين فقط. المهم مشينا المدينه زول بقينا قاعد نحكم مع الناس ولقينا الناس جاي من قدام من نرويج من سويد من دنمارك. أزول ناس زهجانين وقالوا لنا أزول يا زول قال قدام قال لك سويد واسمه ده قال لك خرا بس يعني بلدان ما كويس النهاية وبريد ولجوء صعب وبعدين حتى اللغة لا تستفيد لغة ما تستفيد في أي شيء. قالوا قالوا أكبر خطأ عملوا إنه شنو جو هنا ألمانيا وطلعوا من ألمانيا فازوا قدام. أبي أنا لقيت في شخص أقنعني إنه شنو ما تمشي قدام. أنا قلت له أوكي للشباب اللي طبعا انا اللي كان يعني اقول لهم انا تعملوا شنو. انا قلت له انا قررت دار نقعد هنا اذا انتوا دارين تمشوا قدام يعني دارين تمشوا قدام امشوا. المهم تعالوا قال لي طبعا انت قررت تقعد هنا قال لي انا نقعد معك. المهم في اثنين ثلاث الاثنين كانوا ماشي معي يعني اصدقائي زي اخواني قرروا يقعدوا معي وباقي الحبش واللي اسمه ده وفي واحد سوداني تاني ذاك كان يتعرفنا معه في فرنسا. المهم ذاك كمان قال داري يمشي اسمه ده داري يمشي قدام. المهم قلت له ربنا يحفظك والمهم ودانا وفات قعدنا مع السوريين. بعد يومين جو قالوا لنا هذول انتوا اذا ما بتشعروا بس هنا بالامان مع السوريين مثلا انتوا الوحيدين مثلا سودانيين هنا 3 اشخاص اذا دايرين تمشوا مثلا مكان فيه سودانيين تاني ممكن نوديكم. يعني قلنا شنو ودونا هنا مكان فيه سودانيين كويس. المهم ودونا تاني هنا في ولاية انا قاعد فيه في نيدا زاكسن. ها لما جينا لقينا سودانيين كتير مرة هذا معسكر كله فيه. وزمان كانت اللجوء بصراحة كده يعني كانت معسكرات مليانة. كانت اللجوء يا دوب كان جو هنا في ألمانيا يعني تقريبا أكتر من كم مليون شخص جو هنا. المهم قالوا لنا مثلا انتوا حظكم مثلا تقعد يومين 3 يوم اسبوع اسبوعين يخرجوكم من هنا مثلا يشوفوا بيوت ويخرجوكم من هنا. قعدنا هناك في معسكر بتاع برونشفايك قعدنا تقريبا اسبوعين خرجونا المهم من المعسكر وتاني جو الزون هنا في المكان في المنطقة اللي انا قاعد فيها. والدور هناك أزول كمان أزول قرية جينا أزول قرية ما فيه لاجئين نهائيا يعني قرية كان فيه بيت واحد فقط لاجئين. ها قعدنا أزول كان بصراحة كده استقبلونا هنا استقبال ممتاز مرة واحد. وبمرور الزمن أزول جو أزول بعد سنة كده أزول جو يتملوا أزول قلت لك أفغان ولاجئين سوريين ويتملوا فل ألمانيا أزول. ها
يعني اي مكان تاني الناس كان زمان يزول يعني كان يستغرب انه انتوا جايين من عروبات وشنو، يجي ازول يهن عليكم وحاجات زي تاني، بس هنا ازول جو يتملوا ما عارفين ذاته يعملوا شنو. ها. لكن بمرور الزمن بقت الناس اللي جو جداد بقوا قاعد يعملوا احداث يعني غير قانونيه، وناس بقت بمرور الزمن قاعد تكرر اللاجئين. وكانت اللجوء هنا بصراحه كده هنا في المانيا، يعني اللجوء هنا عشان تجي زي ده كانت عندهم اسمه ده، كانت عندهم يعني ضيق في الاجراءات، يعني ما يقدروا، كانت جو ناس بملايين يعني ما يقدروا يشتغلوا في ملايين في وقت واحد. ده السبب اللي خلى الناس انه شنو المانيا هنا يعني اوراق بقت صعبه عشان الناس تدرس الملفات، الناس اللي جو كلهم يعني اكثر من مليون شخص، كيف تقدر تدرس مثلا الملفات دي في وقت وجيز مثلا؟ صعبه. عشان كده كانت هذول اهم بس يعملوا معاك مقابله بسيطه كده، يعرفوا انت منو جاي من وين. الاقوال انت تديها يعني يشيلوها على اساس انه مثلا اقوال منك انت، لكن يعني ما بيصدقوها 100%، بس اقوال حتى بعدين يكتبوها ملاحظه هناك، او اقوال انت مثلا قلته هناك كتبوه من تلقاء نفسك، يعني ما في اثباتات. يعني انتوا لو عديتوا هويه مثلا من الدور اللي انت جيت ممكن يكتبوا، اذا ما عديتوا هويه ما يكتبوا. اوكي. ده السبب اللي خلى مثلا الناس اللي ينتظروا في اجراءات كتير. وانا شخصيا بصراحه كده انتظرت المانيا سنتين عشان يجيني موعد فقط عشان الانترفيو الكبير. ولما الانترفيو الكبير جاء تاني مشيت عملت انترفيو وجيت تاني انتظرت سنتين عشان يجيني رد. ها. وبعد 4 سنوات جاني رد ورد مرفوض، يعني كانت شنو؟ رفض. وكان الرفض كانت ما مغني. ليش كانت الرفض؟ قالوا الكلام اللي انت قلته هنا ما صدقناك، لانك انت الكلام اللي قلته كان كله 100%، مثلا يعني شكلك كده قلت كلام يعني في شخص حفظك على ظهر القلب، يعني انت يعني شخص حفظك انت جيت قلت. اوكي قلت له ده يعني ما صفي انه يعني انا ما خفت للقرار اللي كان جاني من الاسم ده من البنك. انا قلت له اوكي إنه مش عندنا بيناتنا بيننا وبينكم محكمه. لما مشيت المحكمه وقد كان كمان في السنه الثانيه كان بدرس وبيشتغل. والمانيا الدولة الوحيدة انه شنو بخليك تدرس وتشتغل بدون ما تكون عندك اوراق. ها. وانا الشخص بصراحة كده ما بحب اللف والدوران، يعني انا اندمج مع نفسي اول بدون ما شخص يقول لي اعمل كده وكده. ده اللي خلاني انا حتى اندمج بصورة يعني جيدة وسريعة مثلا. مما جيت دخلت في اللغة طوالي بدون لف ودوران ولا اشتغلت بالاجراءات. ده الشيء اللي خلاني انا شنو حتى انا انجح في المانيا. و اوكي قلت اظل محكمة مشيت طبعا كمان انا مما جيت هنا قبل ما امشي اعمل انترفيو مشيت مشيت لمحامي. مشيت من محامي عملت انترفيو مع محامي، قال لي امشي قول نفس الكلام اللي قلت هنا امشي قول في انترفيو. انا قلت له اوكي. المهم مشينا المحكمة. حتى سبب الرفض اللي جات يعني بسبب انه جات الرفض ما ذكر لي هناك في المحكمة. قال لي انت في الوقت الحالي شغال شنو؟ انا قلت له في الوقت الحالي انا شغال هنا في تدريب مهني في السنة الثانية. وبالنسبة لمثلا نشاطات مثلا طبعا انت قدمت لجوء سياسي واللجوء بتاعك سياسي. المهم بالنسبة للنشاطات السياسية مثلا للسودان مثلا، هل انت مثلا مربوط مع حزب من الاحزاب مثلا اللي اسمه ده معارضة مثلا لنظام الحكومة السابق؟ انا قلت له عندنا مثلا عندنا هنا لجنة، وعندنا مثلا مجموعة اسمه كده، وعندي اي دي منه. وده المجموع اللي انا مثلا انتمي له، وانا كمان برضه يعني عضو كده في الحزب اللي هنا كوناه هنا كشباب سودانيين. وده اي دي حقي. وكان عندي صور كمان اثباتات انه انا كنت يعني بمشي الاجتماعات وبمشي حتى المظاهرات. شوفته خلاص 5 دقائق ما عملنا بصراحة كده قمنا زي ده. بعدين قال كلام كده أنا ذات ما فهمت بصراحة كده بالنسبة مثلا قانون بند كده ويونس كده. المهم قال لي اسمه ده محامي قال لي ألف مبروك، قال لي أنت شلت الوجه السياسي وطلعت سنة. المهم حكاية انتهت في يعني أقل من 10 دقائق. المقابلة انتهت وخلاص طلعنا وباركوا لي ومشيت. يعني هو ذاته كان فرحان، حتى غادي اللي أنا يعني كان جابوا لي مترجم عشان يترجم. ولما حكى معي انا ما قلت له انا ما ادري ليه، انا ما بيحتاج مترجم عشان واحد يترجم لي. انا قلت له قاعد لي 4 سنين. وانا حكيت مع يعني مع الغادي فيس تو فيس، وحتى قاعد كان مرتاح يعني اكثر من الاسم ده. يعني كان مرتاح بصراحه كده اكثر مني ذاته.
قاضي لما حكم إذا كان هو كان مرتاح مني بصراحة كده، إنه شخص في فترة وجيزة زي ده جاء قرر مثلا لغتنا، وشخص اندمج، وفي حتى في التدريب المهني في السنة الثانية كمان مجال اللي أنا قاعد بدرس فيه مجال الكهرباء. بصراحة كده قال لي بصراحة كده تستاهل كل شيء، وبتمنى لك مثلا حياة سعيدة هنا في ألمانيا، وبتمنى لك مثلا أنت تتقدم لقدام. دي الحاجة الوحيدة اتمنى ليه الغادي، وقمنا زي ده. وخلاص بعد أسبوع كده تاني جاني الورقة بتاعت الإقامة. مشيت شلت الإقامة، وطبعا لما يجيك الإقامة أنت لازم إذا كنت مثلا متزوج لازم مثلا في 3 شهور الأولى تقدم فيزا لعيالك، وإذا كنت ما متزوج كمان ذاك فبيها. وإذا متزوج لكن لازم خلال 3 شهور الأولى لازم تقدم فيزا. إذا ما قدمت خلال 3 شهور الأولى لازم أنت تاني الفيزا اللي مثلا أنت عيالك اللي دار تجيبه، بعدين السفارة اللي البلد اللي تقدم فيها السفارة هو اللي يقرر مثلا يشيل فيزا بعد كم سنة مثلا بعد كم شهور. لأنك إذا مثلا فوتت الزمن ده يعكسوك. إذا ما فوتت تاني مما جاك الإقامة تاني قدك حتى عيالك الفيزا تجيبه مجاني. ها؟ حتى التيكت ما تدفع. عشان كده ده اسمه ده. بصراحة كده جيت هنا ألمانيا صبت، وألمانيا بصراحة كده دولة يعني بصراحة كده يعني من أحسن الدول الأوروبية. أنا بالنسبة لي أحسن دولة أوروبية. طبعا أي دولة تلقى فيه ناس تلقى فيه ناس تلقى فيه ناس مثلا ناس يسيئوا للناس، وفي ناس ما دايرين الناس مثلا عنصريين. أي بلد. ها لكن إذا مثلا أنت ما تعلمت اللغة، أي بلد أنت قاعد فيه حتى لو إذا كنت قاعد في بلدك إذا ما بتعرف تحكي بصراحة كده بالنسبة لك مثلا تشوف إنه بلد مثلا أنت يعني ما مرتاح. والناس ده السبب انه الناس ما يحبوا المانيا. المانيا مثلا يقيدوا الناس هنا مثلا كتير، ما بيشتغل باوراقهم بسرعه، وفي ناس يدبرسوا وبعدين ده اللي بيقول انه المانيا مثلا ما تعطي ورق مثلا ايه ما تمشي المانيا وما المانيا. لكن اكبر بلد فيه فرص، اكبر بلد فيه مثلا يعني حتى يعني نظام مثلا حكومي صرامه في القوانين هنا في المانيا. يعني المانيا حاجه صغيره كده. في المانيا مثلا عادي في فرنسا عادي تقول في مثلا في باريس في عاصمه باريس تقول في الطريق عادي تجي بوليس ما بيقول لك شيء. لكن انت هنا في المانيا تجي تقول مثلا إذا واقف في الطريق اذا شافك بوليس بطريقه كده يغرمك، وكمان غرامه زول يعني بس يشيل منك اي دي حقك ويغرموك. يعني زيه زي مثلا اسم اذا كنت مواطن اذا كنت شخص اجنبي. ودي الشهور اللي مثلا لحد ما انا مثلا يعني من بدون اقامه بعد بعد كان بيحق لي انه كان اخذ الجنسيه الالمانيه بعد اسمه ده بعد 7 سنوات. لكن انا كنت في الدراسه انا قلت ما اقدر اشتغل بامور الجنسيه واجراءات. قلت بعد ما اكمل ولحد ما كملت الدراسه اخذت تقريبا 10 سنه يعني يعني 10 سنين الا شهور اخذت الجنسيه الالمانيه. و اصلا ما اخذت الجنسيه الالمانيه تقريبا هسه لي تقريبا ده السنه يعني في شهر السبت الجاي قدام 3 شهور 4 شهور اكمل كده سنتين. ده حياتي هنا في ألمانيا. لكن أنا أعتقد 100% ما في دولة هنا في أوروبا عامة عنده فرص وتقدر مثلا أنت تستفيد هنا زي ألمانيا. وبالنسبة لي مثلا أمور الشغل ومثلا شغل مثلا بالنسبة لي أنا قبل مثلا ما آخذ إقامة وبعد ما آخذ إقامة بعد ما قبل ما آخذ أعمل التدريب المهني وبعد ما بعد ما عملت التدريب المهني. أنا أوريكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وأوريكم مثلا الرواتب مثلا كانت كيف، وكانت قبل التدريب المهني وبعد التدريب المهني وحتى اثناء التدريب المهني وبعد التدريب المهني في الشركه اللي انا كنت شغال فيها لما دخلت في شركه ثانيه كانت رواتب كيف. اوريكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.